السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة هنشرح فيه طريقة عمل النعل، وهنشرح فيه ازاي نعمله بأي مقاس عايزينه، وهنشرح كمان ازاي نعرف نبتدي سلسلة بكام غرزة. فتابعوا معايا الفيديو للآخر، والفيديو ده كان بناء على طلب أحد المتابعات لينا على القناة. أنا بحاول على قد ما أقدر أعمل لكم كل حاجة أنتوا بتطلبوها مني، فما تنسونيش بقى بدعوة حلوة كده من قلبكم، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم أي فيديو جديد بينزل. بصوا ده كده شكل النعل. دي الحتة اللي هي بتبقى في نص الرجل، وهنا الكعب، وفوق طبعا مشط الرجل. فكمان كنت عايزة اقول لكم لو انتوا حابين تضغطوا لايك هكون مبسوطة جدا جدا، عشان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر ويوصل لناس اكتر ويستفادوا منه. المكونات بتاعة الفيديو النهاردة هيبقى مقص ومكونات ادوات مقص والإبرة الكروشيه وإبرة التنظيف وكمان ماركر والخيط طبعا اللي احنا هنشتغل بيه. فقبل ما نبدأ بقى أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا بقى بينا نعرف ازاي نعرف نبتدي النعل بتاعنا بكام سلسلة. أول حاجة بس أنا استخدمت هنا إبرة مقاس 5 زي ما انتوا شايفين كده، وإبرة تنظيف وماركر. وطبعا الخيط زي ما قلنا اي نوع خيط انت بقى عايزة تستخدميه للنعل. نركن كده دول على جنب. هعمل لكم بقى زي حسبة بسيطة كده تعرفوا تعملوا بيها اي مقاس نعل عايزينه. اول حاجة كده نكتب النعل بيتقسم لحاجتين: طول القدم وعرض القدم. طول القدم وعرض القدم. طيب هنفرض طبعا ان مثلا طول القدم عندنا هنحط له رقم، وعرض القدم هنحط له رقم. طول القدم عندنا 26 سنتي متر، تمام، وعندنا عرض القدم حوالي 9 سنتي. طيب انا عايزه اعرف بقى طول السلسله اللي انا هشتغل كام سلسله. فهنقول كده مقاس السلسله، سلسله البدايه يعني، زي قانون كده بسيط، بيساوي طول القدم ناقص عرض القدم. يعني احنا عندنا طول القدم وعرض القدم اللي هو 26 ناقص 9 هيدينا 17 سنتي. حلو، يبقى انا ال17 دول اللي هبدأ بيهم السلسلة عندي. مش 17 سلسلة، لا 17 سنتي، هعمل سلاسل لحد ما اوصلهم ل17 سنتي. تمام. طيب ممكن انت تعمليهم، يعني احنا بنعمل طول القدم ناقص عرض القدم بيدينا طول سلسلة البداية. مفهوم؟ طيب احنا بقى او انا كسلوى شخصيا لما بشتغل بقلل عن ال17 دول 2 سنتي كمان، بخليهم 15. طب ليه؟ علشان مع الوقت الرجل بتريح او الخيط بيريح معاكي في الشغل، فانا كمان ايديا بتبقى مريحة اكتر. يعني فاهمين اللي هو 17 ده مش بيوصل معايا 17، هو مع الشغل بيكبر، فبضطر ان انا اقلل 2 سنتي. انتي ممكن ما تقلليش، بس انا من رأيي تقللي 2 سنتي هيطلع ان شاء الله المقاس معاكي مظبوط. فيلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. انا هعمل سلسلة طولها 17 سنتي. هلف الخيط كده على ايدي، اعمل عقدة البداية بالشكل ده كده بكل سهولة وبساطة. وهبتدي بقى ان انا اعمل، ببعد بس كده شوية عشان يوضح، اعمل سلسلة 2 3 4 5 6 7 8. هشتغل بقى غرز سلسلة لحد ما اوصل للطول المناسب اللي هو 17 سنتي، وهاجي برضو واقيسه معاكم. بصوا كده انا اشتغلت كده سلسلة بطول 15 سنتي من غير ما انا اشد الخيط ولا اي حاجة، زي ما هو كده. ال15 سنتي دول عملولي 23 سلسلة. هاجي بقى كده وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، تمام، ودول هعتبرهم عمود معايا.
3 سلاسل بالشكل ده، وهلف الخيط على الإبرة وهدخل في السلسلة الرابعة. تمام، هدخل كده فيها اعمل عمود بلفة. معايا 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واخرجهم من 2 والف الخيط واخرجه من 2، واجيب ماركر كده احطه في اول غرزة معايا بالشكل ده كده. تمام، انا كده اخدت 3 سلاسل، وبعد كده عملت عمود بلفة، وهعمل في نفس المكان عمود بلفة برضو. 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واخرج من 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. انا كده عملت 2 عمود بلفة اهو. هلف الخيط بقى على الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية واعمل عمود بلفة. اي حد مش عارف العمود بلفة هسيب لكم لينك الغرزة، انا شرحها بالتفصيل على القناة في صندوق الوصف. هدخل كده في الحلقة الخلفية واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. هكمل بقى طول السلسلة وارجع لكم على طول. رجعت لكم تاني، وهنا خلصت السلاسل كلها ما عدا اخر سلسلة هنشتغلها مع بعض. دي كده اخر سلسلة معايا. هلف الخيط على الإبرة واعمل 7 عمود بلفة هنا. هيدي اول واحد، 3 لفات على الإبرة، هلف الخيط واسحبه من 2 والف الخيط واسحبه من 2. ادي اول واحدة، وهنا كده هدخل في نفس المكان اعمل تاني واحدة كده 2. ادي 1 ادي 2، وهحط في اول عمود هحط فيه ماركر علشان ابقى عارفة ان ده اول عمود. انا كده كده هبقى عارفاه من شكله لان هو الوحيد، يعني هو اللي بادئ بيه التزايد، بس ايه للمبتدئين يحطوا ماركر. ادي تالت عمود، وهدخل في نفس المكان اعمل 4. ادي 5 6 7. سامحوني ان الفيديو ممكن يطول، انا بس عايزة اعمل كل التفاصيل قدامكم. ادي 1 2 3 4 5 6 7. تمام، ادي كده 7 في نفس المكان. هدخل بقى واخد كده الخيط تحت الشغل معايا، هدخل اعمل عمود بلفة بقى في الغرز العادية عادي. اكمل بقى باقي الغرز بتاعتي عمود بلفة فوق كل عمود بلفة، يعني عمود فوق كل عمود عادي من غير تزايد. هدخل كده واعمل عمود بلفة. هكمل بقى باقي السطر وارجع لكم. ورجعت لكم تاني، وده كده اخر سطر معايا. هيبقى قدامي الاتنين عمود بلفة اللي انا اشتغلتهم والتلات سلاسل. هدخل بقى في نفس المكان، هلف الخيط كده وهدخل في نفس المكان اللي انا كنت عاملة فيه التزايد. هعمل 1 2 3 عمود بلفة في نفس المكان اللي انا كنت مرتفعة فيه 3 سلاسل. شلت الماركر بتاعي وادي 1 ادي 2 ادي 3. هقفل في تالت سلسلة، هقفل فيها بمنزلقة. هدخل كده في النص كده اخد الخيط بتاعي واسحبه كده. انا قفلت، هرتفع 1 2 3 سلاسل. تمام، هلف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس المكان اللي انا عملت فيه السلاسل، وهعمل عمود بلفة بالشكل ده كده، وهحط برضو فيها ماركر عشان ابقى معلمة الغرز بتاعتي وعارفة اولي من اخري. تمام. هاجي بقى في الغرزة اللي بعدها دي، الغرزة دي كده هعمل فيها
ادي عمود بلفة، واعمل فيها كمان مرة عمود بلفة، يبقى عملت 2 عمود بلفة في نفس المكان. هاجي في اللي بعدها دي برضو هعمل عمود بلفة، وهدخل في نفس المكان واعمل عمود بلفة كمان بالشكل ده كده. بصوا، يبقى انا عملت 2 عمود بلفة و2 عمود بلفة. هدخل بقى كده اشتغل كله عمود بس، يعني فوق كل غرزة هشتغل غرزة واحدة بس. انا ماشية معاكم خطوة خطوة وبالتفصيل، يعني مفيش حاجة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كده في كله عمود بلفة برضو لحد ما اوصل لاخر السطر، وهرجع لكم بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود. هنا وصلت لاخر السطر وعملت الماركر في الحتة دي. طيب عملتها فين؟ في غرزة التزايد الاولى زي ما انتوا شايفين كده من تحت فيها تزايد كده. هتعدي بالشكل ده وهتحطي في اخر غرزة تزايد احنا عاملينها. هنلف الخيط كده وهندخل في الغرزة دي، هنعمل فيها 2 عمود بلفة، وهدخل في اللي بعدها اعمل 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 في نفس المكان. وهنا برضو كل غرزة هتقابلني من دول هعمل فيهم 2 عمود بلفة لحد ما اوصل للماركر اللي قدامنا ده. يبقى السطر اللي هو يعتبر التاني ده كله بيبقى تزايد، ما عدا الحتتين اللي هما بيبقوا من الجنب، يعني الحتة اللي عند مشط الرجل والحتة اللي عند الكعب دول بنعمل فيهم تزايد. انما القطعة اللي في النص اللي هي في نص الرجل دي بنعمل غرزة فوق كل غرزة غرزة. اتمنى يكون واضح قدامكم بالشكل ده كده. وانا بعتذر جدا جدا على تأخير الفيديو ده، انا اسفة والله، بس كان عندي ظروف، فمعلش سامحيني، ومعلش كلكم سامحوني لو انا بتأخر عليكم في فيديوهات. انا كده وصلت للاخر، ده كان اخر تزايد معايا بالشكل ده. وهبتدي ان انا بصوا اهو ادي 2 احط فيها ماركر لو اول غرزة تزايد معايا، عشان ابقى عارفة اول التزايد فين واخره فين. هو كده كده باين، بس للمبتدئين يحطوا ماركر. وهبتدي بقى ان انا اشتغل السطر ده بكله برضو فوق كل غرزة عمود، فوق كل غرزة عمود لحد ما اوصل للاخر. كده انا وصلت للاخر تمام. بصوا هنا كده ال3 غرز دول اللي انا كنت عاملاهم هعمل فيهم ادي عمود، وفي نفس المكان عمود هيبقى تزايد يعني، وهنا كمان عمودين ادي 1 ادي 2 بالشكل ده كده، وهنا كمان 2 عمود. الكاميرا فصلت بس معلش. 2 عمود هعد 3 سلاسل 1 2 3 وهقفل بمنزلقة زي السطر اللي فات بالشكل ده كده. طيب هشيل الماركر وهرتفع سلسلة وهدخل اعمل في نفس المكان غرزة حشو، وهدخل في الغرزة اللي بعدها اعمل 2 حشو. دي 1 في نفس المكان كده هعمل غرزة تانية كده 2 حشو. هاجي في اللي بعدها اعمل حشو واحدة بس، واللي بعدها هعمل 2 حشو 1 2 بالشكل ده كده تمام. اللي بعدها كمان حشو، واللي بعدها 2 حشو لحد ما اخلص التزايد اللي انا كنت عاملاه السطر اللي قبله
اهو بصوا لحد هنا، حد الاتنين الغرزتين دول اللي هما بتوع التزايد. يبقى انا ارتفعت سلسلة وعملت غرزة حشو، بعد كده بعدها 2 حشو، غرزة حشو، 2 حشو، غرزة حشو، لحد ما اخلص التزايد بتاعي. تمام. هدخل بقى اشتغل في الغرز اللي بعد كده غرزة حشو لحد ما اوصل للاخر. بس تابعوا معايا الفيديو، مش هوصل للاخر خالص لان هشتغل كمان غرزة نص عمود. وصلت معاكم كده لاخر ما انا عملت غرز حشو. تمام. هقول لكم بالظبط سبت قد ايه. بصوا كده معايا، انا سبت الماركر اهو اللي انا حطاه، سبت قبلها زي ما انتوا شايفين 1 2 3 4 5 5 غرز. تمام. هعمل بقى ايه في ال5 غرز دول؟ هلف الخيط وهدخل في الغرزة دي اعمل نص عمود. هيبقى معايا 3 حلقات على الابرة كده، هطلع من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. تاني هلف الخيط وهدخل في الحلقة دي كده، اسحب منها الخيط، هيبقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط على الابرة تاني وهسحبهم من ال3 لفات. يبقى انا كده عملت 2 نص عمود. ال3 غرز الباقيين دول هعمل فيهم عمود. ادي 1، ادي اول عمود. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها عمود. وهنا بقى في يعني تركة كده هقولها لكم. بصوا انا عملت النص عمود علشان يدينا ايه، زاوية او سحبة لمشط الرجل، عشان ما يبقاش النعل كله مقاس واحد، فده طبعا مش شكل الرجل اصلا يعني. هنلف الخيط على الابرة وندخل بقى نسحب الخيط كده، يبقى معايا 3 لفات. هلف الخيط على الابرة واخرج من لفتين وهسيب اللفتين التانيين. خليكم معايا، هسيب اللفتين التانيين دول وهشيل الماركر بتاعي وهدخل هنا كده واحدة واحدة. هدخل الف الخيط على الابرة وادخل هنا كده واعمل عمود تاني زي ما انتوا شايفين كده. بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. تاني علشان تاخدوا بالكم، واحدة واحدة وبالراحة خالص. هلف الخيط على الابرة وادخل هنا في الحلقة دي كده، اسحب الخيط. معايا 3 لفات على الابرة، هلف الخيط على الابرة واسحبهم من 2. هلف الخيط على الابرة تاني وهدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب منها الخيط. كده معايا 4 لفات. هلف الخيط واسحب من 2، هيبقى معايا 3. هلف الخيط واسحب من ال3 لفات مرة واحدة. تمام. هلف الخيط بقى على الابرة وهدخل في نفس المكان تاني، اعمل عمود بلفة لوحده عادي خالص. هلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده وهدخل بقى. بصوا هدخل في الغرزة دي هنا كده اعمل عمود، وهاجي في اللي بعدها اعمل 2 عمود. الكاميرا كانت بتفصل. هعمل كده 2 عمود. قرب لكم كده عشان تشوفوا كويس. هلف الخيط على الابرة وادخل هنا اعمل عمود، وهلف الخيط على الابرة ادخل في اللي بعدها اعمل 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2، بعمل 2 في نفس المكان. هلف الخيط واعمل عمود، واللي بعدها هعمل 2 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2. طيب اللي بعدها المفروض هعمل عمود، لا انا هعمل فيها 2 عمود برضو. ادي 1 ادي 2 كده بالشكل ده. بدأ ان هو ياخد كيرف الرجل معايا. هنا عملت 2 نص عمود وعملت عمود 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 ولضمته في ال2 عمود التانيين، وبعد كده اشتغلت بقى عمود 2 عمود عمود 2 عمود لحد ما وصلت للغرزة اللي انا فيها دي. عملت 2 عمود، بدل ما اعمل عمود واحد عملت 2 عمود.
لو في اي حاجة مسقطة من الفيديو راجعوا الفيديو تاني، هتلاقي كل حاجة بالتفصيل. عملت عمود، وبعد كده هعمل 2 عمود، هشتغل عمود، وبعد كده هعمل 2 عمود بالشكل ده كده. تمام. هدخل في اللي بعدها اعمل عمود. الموضوع سهل والله وبسيط خالص. وهدخل هنا في اللي بعدها دي اللي هي اخر غرزة معايا، هعمل فيها 2 عمود بالشكل ده كده. 1. رقم 2 بقى مش هكمل العمود للاخر، هدخل كده هيبقى معايا 3 حلقات، هطلع من 2 وهسيب 2 والف الخيط على الابرة، ادخل في الغرزة اللي بعدها وهطلع من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة زي ما عملت في الجنب الاولاني. فاهمين قصدي اكيد. وبعد كده هشتغل عمود وهشتغل كمان عمود، يبقى كده عمودين. هشتغل في اللي بعدهم نص عمود عشان يبقى الجنب ده زي الجنب ده، وهشتغل كمان في الغرزة اللي بعدهم نص عمود. بعد كده بقى هشتغل غرز حشو، كل السطر كده كله هشتغل غرز حشو. كنت عايزة اقول لكم حاجة، لو انتوا وصلتوا معايا الفيديو في الدقيقة دي، يعني ان النعل ليه اكتر من طريقة، دي طريقة منهم، في طرق تانية ان شاء الله هنفذهم معاكم واحدة واحدة على القناة. وكمان طريقة النعل اللي هو بالصوف، تعملي مثلا لكلوك او تعملي حاجة مختلف عن طريقة النعل بخيط الكليم، علشان خيط الكليم سمكه والشغل بتاعه بيبقى مختلف شوية. فدي نقطة حبيت اوضحها لكم، يعني هعمل لكم ان شاء الله اكتر من غرزة. بصوا احنا كده عرفنا، انا الكلام خدني بس وسرحت كده. الشكل بصوا باين ازاي ان هنا تزايد، فانا مسافة ما حسيت ان شفت بس ان في تزايد وقفت ورجعت اكمل تاني. اول التزايد ده عملت فيه 2 حشو، وبعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعدها حشو، واللي بعدها 2 حشو زي ما كنا شغالين في الناحية التانية، واللي بعدها حشو واحدة كده، حشو واحدة، اللي بعدها 2 حشو، 1 2، اللي بعدها حشو واحدة بس. وبعد كده هدخل في غرزة الحشو اللي انا عملتها، هدخل كده واعمل منزلقة بس، واسحب اعمل بقى سلسلة يعني تأمين للشغل زي ما احنا ما متعودين، واسحب الخيط بقى على مسافة كده. شايفين النعل شكله ازاي؟ شكله طبيعي يعني للرجل عادي، يعني الحتة بتاعت المشط الرجل وحتة الكعب والفراغ اللي بيبقى في النص، فيعني حاجة محترمة جدا جدا. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. بعد كده جبت قصيت الخيط على مسافة مناسبة، وجبت ابرة التنظيف، وبعد كده بدأت ان انا اداري بقى الغرز بتاعتي بالشكل ده، بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب ان هو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولتاني مرة بقول لحضرتك انا اسفة ان انا اتأخرت عليكي في الفيديو. بتمنى تسامحوني وتدعولي الفترة اللي جاية كتير قوي. ولو انتوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده، ياريت تعملوا لي لايك، علشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل للناس اكتر، وده هيفيد ناس اكتر وهيفيدني انا كمان برضو، لان بفرح قوي بمتابعتكم ليا. كمان ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم فضلا طبعا منكم. ولو حابين تشوفوني تاني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باذن الله. وما تنسوش ان انا بنفذ اي حاجة انتوا بتطلبوها مني، فلو انتوا اي حاجة واقفة قصادكم او اي حاجة حابين ان انا انفذها تشوفوها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا عناية ليكم كلكم. بحبكم جدا جدا، شكرا لمتابعتكم ليا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير.
دي كده كانت الادوات اللي انا اشتغلت بيها، وده الطريقة بتاعة مقاس اي نعل حابين انتوا تستخدموه. وممكن كمان ان انتوا ما تنقصوش ال2 سنتي، يعني تشتغلوا بمقاس سلسلة البداية اللي هتطلع لكم عادي. بس انا عشان عارفة طريقة شغلي وعارفة يعني طريقة مسكة الابرة ليا، وعارفة ان الشغل الكروشيه اصلا بيريح، فنصيحة ان انت تقللي بس في عدد الغرز شوية. 2 سنتي يعني مش كتير، بس ده هيفرق في اللبس في قدام. ممكن تعملي المقاس مظبوط عليكي، بس بعد ما تلبسيه مرة واتنين وتلاتة يوسع معاكي، لان الخيط يعني مش بنبقى شادينه قوي، فبياخد مساحة معانا في اللبس. فانا بفضل ان احنا ننقص 2 سنتي، بيفرق في اللبس قوي. وممكن اول لبسة تبقى ضيقة شوية، بس بعد كده بيتظبط ويبقى المقاس مظبوط. اكيد انتم فاهمين قصدي. بس عشان ما اطولش عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.